السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طمأنينة عجيبة في تلك الآية صراحة، يعني تؤكد لك أن الله سبحانه وتعالى قادر على قلب الموازين في أي لحظة وفي لحظة لا تتوقعها. فاصبر لأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي، يهبك ويعطيك ما لا تتوقعه وما لا يتصوره عقلك. وتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش. يا زكريا إنا نبشرك بغلام وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وكانت امرأته عاقرا، لكنه كان يعرف أن الأسباب تحكم الناس ولا تحكم الله عز وجل. فرفع يده إلى السماء ودعا وقال: فهب لي من لدنك وليا. فجاءته الاستجابة: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. من علق قلبه بالأسباب تركه الله إليها، ومن علق قلبه بالله هيأ له الأسباب. شكرا.